جلال كوتاني، ومعاكم نجم مصر ونادي الاسماعيلي الكابتن الكبير كابتن اسامه خليل. انا يعني مشرفنا في الاستوديو، يمكن اول مره حضرتك تتواجد معانا في الملاعب اليوم، وفرصه ليا كويسه ان اشوف حضرتك يعني. الله يخليك يا كابتن حازم، بالعكس انا بشكرك جدا وبالتوفيق على طول. ربنا لا يخليك. انت ممتع حقيقه، انا بحب ربنا اتفرج يخليك يا عليك. أسامة، ربنا تعرف يخليك. الحلو في ايه يا حازم؟ ان لعيب كوره وعارف الموضوع ماشي ازاي. بنتعلم منك يا كابتن، لا بنتعلم الله منكم والله، يخليك، انتوا الله الجيل يخليك، اللي علمتونا كل الحاجات الحلوه الله يعني. يخليك. كابتن اسامه، يمكن امبارح كان 25 يناير، ابتدي بالموضوع ده دايما، وطبعا كان في احتفاليه كبيره في التحرير، مش احتفاليه لكن كان يعني حدث يعني الواحد بيستلهم فيه روح الوطنيه والحاجات دي كلها، وكان في وقفه رياضيه يمكن حضرتك كنت بتقودها مع بعض الزملاء الاعزاء. قول لنا ايه الوقفه، اغراضها، اهدافها، عملتوا ايه امبارح بالظبط، كان مين اللي كان في الوقفه برضه عشان الناس كلها تعرف مع حضرتك؟ والله يا كابتن حازم، هو كان مجهود جماعي رائع حقيقة من كابتن ربيع ياسين، لأن هو حقيقة كان صاحب فكرة إزاي نتجمع ويبقى لينا دور في 25 يناير 2012 بقى، يعني سنة أولى ثورة. وحقيقة اتصل بمعظم الرياضيين، وأنا أبديت استعداد سريع إن فعلا لابد من التواجد، لان اكتشفت حاجه ان معظمنا كان بيروح التحرير لكن بطريقه فرديه. صح. لكن يا سلام لما العمل يبقى جماعي، ويا سلام لما بنروح نمثل الرياضه ونمثل اللعبه اللي احنا بنحبها جماهيريا يعني. وحقيقه اجتمعنا وعملنا توزيع اختصاصات، واتكلمنا مع جهات كتيره جدا. طبعا أول ما بدينا نتحرك اتحركنا من خلال مجموعة أطلقوا عليها اسم الأمانة العامة. كانت مكونة من الأمانة العامة للرياضيين، وكانت مكونة من لواء عبد المنعم الحج، كابتن ربيع ياسين، كابتن محمد رمضان، أسامة خليل، الأستاذ أيمن أبو عايد رئيس رابطة النقاد الرياضيين، الأستاذ أحمد شكري رئيس قناة النيل للرياضة، والأستاذ عمر عبد الخالق رئيس إذاعة الشباب والرياضة. وقابلنا الدكتور عماد البناني رئيس جهاز. الدكتور عماد البناني في الميدان قابلتوه ولا لا؟ رحنا المكتب. قابلتوه يعني هناك؟ قابلناه، ده الكلام ده قبل 25. اوكي. وحقيقة طلبت مقابلته باسم المجموعة، ورجل رحب جدا، وعملنا معاه لقاء مثمر جدا، وقلنا له احنا عايزين نعمل كذا كذا كذا. فكان حقيقة مرحب بالفكرة وداعم ليها بقوة، على أساس ان ده عمل جماعي وعمل رياضيين. يعني الفكرة يا كابتن حازم ان السنة اللي فاتت دي كان دور الرياضيين سلبي جدا في صح. موضوع للأسف يعني للأسف. ويمكن انت نجم كبير ومن نجوم. احنا عارف حضرتك يا فندم، ما حدش بيوجه، يعني ما حدش زي ما حضرتك قلت كده بيقول لنا يلا نعمل حاجه. يعني فعلا انك تروحوا دي حاجه مهمه، يعني حد يقول لنا بس نتجمع ازاي، حد يجمعنا. هي دي اعتقد كل الرياضيين ما حدش يقول لا، بس مين اللي يجمع بقى؟ هي دي عليكم بقى، دي المسؤوليه بس انت توافق. لا طبعا 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 كلنا، مش احنا بس، اي يعني حد. نجوم اللعبه حقيقه زيك وزي النجوم الكبار اللي امتعوا الكره المصريه. انا في تصوري دورهم مهم جدا يا كابتن حازم ان شاء الله. ويمكن انا كنت بشعر بيها لما كنت بروح في المليونيات اللي قبل 25 اللي احنا حضرناها امبارح. كان التساؤل دايما فين الرياضيين، فين النجوم اللي احنا بنروح نشجعهم في الملاعب ونقف وراهم. وخاصة يا كابتن حازم ان الشباب اللي في التحرير، ما هو الشباب اللي بيروح يشجع الأندية وبيروح الماتشات وفي الالتراس وفي كله هناك كله كل النوعيات، سواء كان التراس سواء كان شباب عادي جدا صح. بيحب انت عارف كل واحد فينا فيه حب الانتماء طبعا لشيء ما. والكوره كمان بالذات يعني ليها شعبيه زي ما حضرتك طبعا عارف الناس تحب ازاي لعيبه الكوره. فعلا اعتقد لازم لعيبه الكوره يبقى ليها دور اكبر من كده ان شاء الله يعني. بالظبط. يعني شوف انا متابع، عايز تتنظم شويه. لا لازم كمان يا كابتن نفكر في العمل الخدمي. يعني انا تابعت صح. الحوار بينك وبين كابتن احمد حجازي لما ايه اللي اتعمل في ايطاليا، وانت سالته سؤال ذكي جدا رجعني بالذاكره
في الفتره اللي انا كنت بلعب فيها في امريكا، في احتراف. وفي الاحتراف كاول لاعب مصري محترف، احتراف كامل. وخليني انا اجاوبك على السؤال اللي انت سالته بتاع لاحمد العقود. الكابتن احمد بتاع العقود. وايه اغرب شيء قابلني في الوقت ده وانا اخد العقد سنه 1980 من حوالي 31 سنه كاول لاعب مصري في الفتره دي. فوجئت بحاجه مهمه جدا، ان مطلوب مني في ايام الاجازات ان امتثل لامر النادي في حاله ارسالي الى اي عمل تطوعي خدمي. لا والله. والله يا كابتن. فانا فسالت الايجنت بتاعي الوكيل اعمالي في الفتره دي، فقلت له يعني ايه قال لي يعني ممكن يطلبوا منك في يوم راحتك انك تروح مستشفى عشان تقابل عيانين، ممكن يطلبوا منك في يوم راحتك انك تروح مدرسه علشان تعلم الاولاد ازاي يلعبوا كوره، ممكن يطلبوا منك ان في فتره الراحه بتاعتك في عمل خيري، جمعيه خيريه، فتروح علشان تتكلم عن النادي وعن في المنطقه اللي النادي فيها. تخيل ده في العقد، في الكونتراكت. انا بكلم حضرتك على 31 سنه فاتوا في الفتره اللي كان فيها كرويف. لغايه دلوقتي ما بنعملهاش واحنا في 2012. تخيل مفيش العقود دي عندنا. لا يعني انا قصدي اقول لك هنا، يعني فانت اتعودت على العمل الخدمي، اتعودت على انك ازاي تبقى جزء من المجتمع، اتعودت على ازاي تتفاعل مع قضايا المجتمع. ودي مش هتيجي لمجرد انك انت بتقحم نفسك على شيء، دي بتيجي بالممارسه. لان بيطلب منك عمل ما خدمي بعيد خالص عن الماديات، صح. بعيد خالص عن الملعب، ولكن لازم تمتثل اليه. لان لو قلت لهم لا هيخصم من قيمه العقد بتاعي. لما اجي اخد الراتب بتاعي اخر الشهر هيبقى فيه خصومات وفيه عقوبات. فهنا اتعلمنا ازاي نتفاعل مع المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وتخيل بقى يا كابتن حازم، دي خلتني اعمل حاجه مهمه جدا، ان انا اقوي اللغه بتاعتي. فانا غصب عني يعني لازم هروح مجتمع ولازم اتكلم هكلمهم عربي، هكلمهم مصري، ده انا عايش في امريكا. يعني معناها ان انا لازم اتكلم بلغه اهل تعرف حاجه اصعب حاجه في الاحتراف، يعني من وجهه نظري انا يمكن احترفت 5 سنين. مش الكوره، الانغماس في البيئه اللي انت هتلعب فيها، انك تنغمس مع اللاعبين في اوض اللبس، في حجرات الملابس، في الخروج معاهم، انك دي هتدخلك الملعب. الكوره انت لعيب كوره كويس، يعني انا ده وجهه نظري. المشكله انك تتفاعل مع اللغه، مع الناس، انك تتفاعل بالبيئه اللي حواليك دي بسرعه، ما تنعزلش. انا مشكلتي ان انا انعزلت شويه، يعني انا كحازم، ودي كانت غلطه. لكن اعتقد انك لازم الواحد زي ما حضرتك بتقول كده يخش البيئه، يعرف اللغه، يبتدي يعرف كل حاجه عشان يبقى مبسوط وهو عايش هناك. دي بتفرق جدا جدا جدا. فانا تملي برضو بقول يعني متابعه لكلامك يا كابتن حازم، ان نجاح اللاعب خاصه اللاعب المصري خارج مصر، صح. اولا من الناحيه الاجتماعيه، صح. هقول لك قصه يعني حاجه حقيقه، من الناحيه الاجتماعيه دي مهمه جدا، ازاي تتفاعل مع المجموعه خارج الملعب، وازاي تتأقلم معاهم علشان يصبح الامر سهل جوه الملعب. دي بتبقى غايبه عن نجومنا. بيبقى رايح يقول لك والله ده انا مثلا اي فيل هوم سيك، صح. يعني انا شاعر ان انا عندي شويه احساس بالغربه وكده، لان هو ما اداش نفسه فرصه يخش نفسيا انه يدخل مع المجموعه، فانزوى شويه. يعني يمكن طبيعته، يمكن يعني صح. اشياء كتيره جدا، صح. يعني في الشخصيه بتاعته، لكن قد يكون افتقد شيء مهم جدا، لانه لاعب مهاري ولاعب رائع، وعشان كده هم اخذوه في الخارج، صح. ولكن مساله الاندماج بتعمل فاصل شويه في انه فعلا لو ما اندمجش يبقى في فاصل بينه وبين اللعيبه اللي معاه، بينه وبين المدرب. يمكن يعني انا فعلا بايد حضرتك في الكلام ده. خليني اطلع من ده على يعني انا هتكلم على ما فيش احداث رياضيه، يمكن الوقف الدوري واقف والكلام ده. خلينا نتفرج على يعني نتكلم حضرتك شويه على الماتش امبارح. يعني يمكن الماتش كان ممتع، وانا عارف حضرتك طبعا في الكوره الاوروبيه يعني ما شاء الله جدير بانك تحلل لنا ماتش امبارح. انت شايف الماتش البارسا احسن، ريال مدريد، التحكيم امبارح؟ يعني انا كنت بكلمك كابتن عصام صيام، اعتقد في اخطاء تحكيميه كبيره امبارح في التحكيم، لو كانت عندنا في مصر كان الحكم يعني اتروق يعني. اتفضل يا لا انا متفق معاك يا كابتن حازم ان ريال مدريد وبرشلونه قمه المتعه الفنيه في مشاهده مباريات كره القدم، ويمكن الاثنين حطوا مستوى عالي جدا لفنيات اللعبه.
لما اجي اتكلم على المباراه كمباراه، ريال مدريد امبارح عنده نو واي اوت، يعني ما فيش مخرج غير انه يكسب المباراه. كويس. لكن برشلونه، وانا يمكن كنت بتكلم معاك في حوار قبل ما نطلع على الهواء على طول، يمكن برشلونه اخذ قلوب الناس واخذ تعاطف الناس، بالرغم انه امبارح يعني كان اسوأ من مما هو معتاد يعني. صح. الحافز عند ريال مدريد فنيا عالي قوي، عايز يكسب علشان يكمل، عايز يكسب عشان يكسر بقى الحاجز النفسي اللي موجود ده. الحاجز مش ممكن. حته انه عمال يسأل على طول من برشلونه. لكن احنا اتفرجنا على المباراه، ومباريات ريال مدريد وبرشلونه دايما بيبقى فيها دروس مستفاده. ويمكن الشيء اللي بحب اركز عليه دايما لما اجي اتفرج على فريق زي برشلونه وادرس ظاهره هو ليه بيكسب او هو ليه بيكمل. هو امبارح التعادل يكفيه ونجح، وهو يعلم جيدا ان فريق بحجم ريال مدريد والمنافسه الشرسه اللي بينه نازل عشان يكسب المباراه، وريال مدريد مش عايز يخسر المباراه. فبالتالي يمكن عناويننا برضو امبارح بعد او النهارده بعد الماتش، يا ريت تنزل لنا هاتيتو الترجمه عشان الناس تفهم بس. اتفضل يا كابتن. فنجح برشلونه في ان هو يحافظ على انه التاهيل للدور الثاني. لكن برشلونه بيكسب ازاي؟ او برشلونه الفرقه دي اللي هي الفرقه التاريخيه ديت اتعملت ازاي؟ يوهان كرويف اعظم من اعظم من انجبته الملاعب. على فكره يا كابتن حازم، انا لعبت قدام يوهان كرويف في امريكا والله. كان بيلعب في فرقه اسمها واشنطن دبلومات، وانا بلعب مع فيلادلفيا فيوري، وشاهدته لاعبا ولعبت ضده في سنه 1980. حاجه رائعه. لكن كيف يفكر هذا الرجل؟ خلي بالك انا بتكلم هو اللي عامل السيستم بتاع برشلونه بالظبط، وقبليه اياكس، يعني من نجم كبير يعني. بس هو تألق قوي 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 في برشلونه طبعا. واصبح مستشار، واعتمد على شيء مهم جدا، ازاي ابحث عن لاعب مهاري جماعي. خد بالك يعني صعبه جدا يعني على فكره الاثنين صح. مهاري، المهاري بيحب يمسك كوره وما يبصيش بيحب يمتع نفسه ويحب يمتع الجمهور بتاعه، فبالتالي في نوع من الذاتيه شويه. صح. لكنك انت تلاقي لاعب مهاري جماعي، هو ده اللي صعب جدا العثور عليه، ولكن برشلونه نجح. ليه؟ النهارده لما تيجي تفكر في الفرقه بتلعب باسلوب بيطلقوا عليه دلوقتي في اوروبا 11+1. طبعا الجمهور هيقول يعني ايه 11 لا زائد 1؟ الجمهور هو الجمهور يقول لك الجمهور زياده يعني لا المساحه اللي جوه الملعب. انا بهزر. تخيل الكابتن حازم يعني فهو عشان يوصل للمرحله دي لازم محتاج لاعب يقدر يتصرف في مساحه. عشان كده انت فكر في لعيبه برشلونه، ازاي انيستا بيعمل شغله، ازاي تشافي بيعمل شغله، ازاي ميسي بيعمل شغله. عناصر يعني في منتهى والناس يا كابتن الناس تعرف انه الناس الخصم الناس دي ما بيسيبش مساحات. يعني ده بيلعب بريس وضغط، لكن هو كده تحس ان هو بيستلم براحته، بيستلم براحته وبيتصرف بسرعه وبيتصرف عادي وما بيغلطش. وهنا بقى اللاعب المهاري، دي بقى الميزه، المهاري صح. الجماعي. والكرة يا كابتن حازم ما بتقعدش اكتر من 2 تاتشز ولا 3 تاتشز، بنتكلم على لمستين او 3 لمسات بجماعيه صح. فهنا سر عظمه هذا الفريق في اللاعب المهاري، مش الممتع للجماهير، اللاعب المهاري الجماعي. وده تكون فريق برشلونه على هذا الاساس، وكون الفريق فريق تاريخي. كلنا نتحدث من احسن فرق اللي جت في تاريخ كرة القدم حتى الان صح. زائد ميزة مهمة جدا هي كيفية التفكير المسبق قبل ان تصل الكرة الى اللاعب. يبقى هنا هوت ايه وصلت المرحلة ان انا مهاري جماعي وبفكر بسرعة، وهنا المساحة هي اللاعب رقم 12. يعني شوف يا كابتن حازم، حضرتك قلت لي الجمهور، الناس متعوده على الجمهور، لكن في عرف برشلونه مش الجمهور. بلس 11+1، ال1 اللي هو الزياده ده او الواحد الزياده ده المساحه اللي بيستخدمها اللاعب المهاري الجماعي. كابتن اسامه، يعني انا مش عارف اقول لحضرتك
يعني كان نفسي تقعد معانا اكتر من كده، بس لازم تبقى، انا اسف يعني على النهارده الوقت كان قليل، لا انا الظروف خارجه عن استمتعت ارادتنا، معاك. ولكن اعتقد يعني لازم حضرتك تشرفنا تاني اكيد عشان نستمتع بتحليلاتك، وان شاء الله نتكلم بقى الدوري لما يخش، احنا داخلين على اسابيع مهمه جدا. حضرتك تشرفنا، وبتاسف حضرتك على الوقت قليل، ولكن اكيد هيبقى لنا لقاءات اخرى. كابتن اسامه خليل، اتشرفت حضرتك جدا جدا جدا. لا الوقت معاك القليل زياده. ربنا يخليك يا كابتن أنا اسامه، بشكرك يا شرفتنا كابتن حسن. ونورتنا، ودايما متالق معانا في الملاعب اليوم ان شاء الله يا كابتن اسامه. شكراً، بشكرك شكراً. شكرا جزيلا. اشكركم اعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله استوديو تحليلي مع الزميل حازم الكديكي، ومباراه الزمالك وامبي، استنونا ان شاء الله استوديو من نار ان شاء الله.